السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من معرض النصر سمارت هوم، مع حضراتكم مهندس جمال نور الدين. والنهاردة هنشوف بعض الخصائص والمنيو بتاعة الكالون السكوريت اللي هو AZX 8801. احنا شايفين في المنيو، احنا بنخش للمنيو دي لما بندوس على زر CM لمدة طويلة، فبيخش لنا على المنيو. بنلاقي عندنا امبلويه وشيفت سيت وسيستم سيتنج ويو ديسك ابلود ويو ديسك داونلود وسيستم انفورميشن وبعض الحاجات التانية. فلو دخلنا على امبلويه بنلاقي الاي دي نمبر واليوزر نيم والفينجر برينت والباسورد والاي دي كارت والتلي كنترولر اللي هو بتاع الريموت كنترول. فبنقدر نضيف اليوزر والادمن زي ما احنا عايزين. من الاي دي وبولده اوتوماتيك او ممكن نكتبه بنفسنا، وبنحط اليوزر نيم وبنحط الفينجر برينت، وزي ما احنا شايفين الاي دي ممكن نحطه بنفسنا. وبنكمل معلومات اللي هي خاصة باليوزر او بالادمن. كمان عايز نقول النقطة اللي احنا المفروض اول ما بنعمل اعداد بنحط اول ما بنعمل اعدادات بنحاول نخش نغير التاريخ، وبنسمي الديبارتمنتس ونسمي الكومباني بتاعتنا، وبنحط باسورد لحماية المعلومات بتاعتنا زي ما احنا شايفين. وطبعا الكالون بيصلح للمباني وبيصلح للشركات. المباني بيدينا لحد 16 ديبارتمنت، وممكن نكتب اسم المبنى، او للكومباني بنقدر نكتب اسم الكومباني زي ما هنشوف فيما بعد. انا مسمي الكومباني بتاعتي الناصر، وبيدينا ديبارتمنت بنقدر نكتب اسامي الديبارتمنت، شقة 1 شقة 2 مش عارف ايه، وبنحط تحت كل ديبارتمنت الناس اللي موجودة فيه. او لو عندنا شركة بنسمي ديبارتمنت زي ما انا عملت، اللي هو المانجمنت ديبارتمنت والاكاونت ديبارتمنت والسيلز ديبارتمنت وهكذا. بيبقى الموضوع ده بكل سهولة. وبنقدر ناخد الريبورتات نرفعها على الكمبيوتر، او نعملها داونلود تاني على السيستم من خلال اليو ديسك سيستم. وزي ما قلت لحضراتكم بنقدر نغير التايم بتاعنا ونغير الفورمات بتاعته ونعمل ضبط للتايم. وبنشوف الفورمات بتاع التايم 24 اور ولا 12 اورز. وبنقدر نشوف المعلومات اللي خاصة بالجهاز بتاعنا، بياخد كام بصمة وبياخد كام باسورد وبيسجل كام حالة دخول وخروج. وبنقدر نعمل شيفت سيتنج بحيث لو عندنا الورديات بتشتغل اكتر من وردية في اليوم بنقدر نعمل لها الكلام ده. وزي ما احنا شايفين حضراتكم عندنا بياخد 1000 يوزر، وبياخد 2000 فينجر برينت، وبياخد 1000 باسورد و1000 اي دي كارت او ريموت كنترول، وبيسجل 100,000 حالة دخول وخروج. وكمان في المنيو اللي بعد كده بنشوف الفيرجن بتاعنا بتاع الجهاز. وعندنا معلومات كافية لكل شيء. وعندنا كمان الهارد وير تيست، بنقدر نعمل تيست على كل الأجزاء اللي خاصة بالسيستم بتاعنا. وهنشوف دلوقتي ازاي بنقدر نعمل configuration لليوزرز او الاكسس بيبول. هنا احنا ظبطنا التايم وظبطنا التاريخ وخليناها 12 اورز، وسمينا الكومباني بتاعتنا الناصر. وهنيجي دلوقتي هنشوف ازاي بنعمل كونفيجريشن للكالون بتاعنا. لو دوسنا دوسة طويلة على زر السي ام
بتجيلنا المنيو دايركت لو الكالون ما دخلوش قبل كده اي انفورميشن او اي اكسس، ولكن احنا كنا مدخلين له بعض الاكسس علشان الموضوع بياخد وقت كبير جدا عشان وقت الفيديو. فلو دوسنا على السي ام بيقول لنا حط الفينجر برينت بتاع الادمنستريتور، ولكن في الحاله العاديه زي ما قلنا بيفتح معانا المنيو على طول. ففتح معانا المنيو، هنلاقي الامبلويه. لو دوسنا على الامبلويه هنا دوسنا اوكي بنلاقي الريجستر بتاع اليوزرز والادمن لما نيجي نضيف ادمن. وعندنا هنا الفيو، عندنا هنا الفيو يوزرز، بنشوف كل الناس اللي احنا ضفناهم. فاحنا كنا عاملين كومباني مسمينها الناصر، وضايفين لها بعض الديبارتمنت زي المانجمنت ديبارتمنت والاكونت ديبارتمنت والادفرتايزنج ديبارتمنت والسيلز ديبارتمنت. هنشوف الديبارتمنت ديت شكلها عامل ازاي على الكالون. بيقول لنا حط الاكسس بتاع الادمن، واحنا عندنا كذا اكسس للادمن. هنروح على سيستم سيتنج او هنروح على امبلويه وهندوس اوكي. هنشوف الفيو يوزر. احنا كنا مدخلين هنا الادمن انجينير جمال، ومدخلين هنا احمد وحسن وعلي وندى، كل حد في قسم مختلف. هنرجع تاني هنا وهنشوف ممكن هنا نعمل يوزر اكسبورت ويوزر امبورت. فده بيحصل من خلال الميموري ديسك بتاعتنا، وهنشوف بنوصلها ازاي. هنبدأ دلوقتي نشوف ازاي بنضيف يوزر وادمن على السريع، والموضوع سهل جدا. بندوس على سي ام وبنحط الادمنستريتور اكسس، وبنخش على امبلويه. هنقول ريجستر، ممكن نكتب الاسم ونكتب الاي دي بتاع الشخص ده. الاي دي 12 هو قايل لنا عليه، ممكن نغيره زي ما احنا عايزين. نقول فينجر برينت، هنحط الفينجر برينت دي. يقول لنا اعمل لها ريبيت تاني، فعمل سكسس الفينجر برينت. هنرجع هنا نحط باسورد. هنحط بعد ما حطينا الفينجر برينت هنروح نحط الباسورد. هو هنا الاي دي 13. هنقول اوكي. هنحط 6 أربعات 1 2 3 4 5 6. بقول لنا اعمل ريبيت 1 2 3 4 5 6 كده وافق عليه. هنخش نحط كارت، نقول اوكي. بقول لنا مشي الكارت، مشينا الكارت اهوت فضافه لنا. وهنضيف ريموت كنترول، بنجيب الريموت كنترول وندوس عليه فجاب لنا الاي دي بتاعه. فدلوقتي ضفنا فينجر برينت وباسورد وبينا كارت زي كده، وممكن نضيف كارت زي ده. وضفنا ريموت كنترول، وكذلك للادمن ممكن نضيف الكلام ده. وهنشوف ازاي بنقدر ناخد الريبورت بتاعنا سواء لليوزر او للحضور والانصراف. هنخش تاني على المنيو بتاعتنا وهنحط الادمن كارت ودخلنا. هنروح على ديسك داونلود وهندوس اوكي. هنقول ريبورت الحضور والانصراف، ولكن هنحط الميموري بتاعتنا زي ما احنا شايفين هنا. حطينا الميموري بتاعتنا وهنخش تاني. هنقول يو ديسك داونلود وهنقول الحضور والانصراف. هندوس اوكي وهنقول بيدينا تاريخ نبدا من امتى وننتهي امتى. هو بيدينا تقريبا شهر. بننزل تحت هنا نقول داونلود، بيبدا يعمل لنا داونلود وبيقول لنا بليز ويت، وبيعمل لنا داونلود على الميموري بتاعتنا او اليو اس بي بتاعتنا الريبورت اللي نقدر نفتحه على الكمبيوتر ونشوف
موضوع الحضور والانصراف بتاع الناس اللي احنا ضايفينهم على الديبارتمنت بتاعنا. ممكن كمان من المنيو الرئيسية بنقدر نعمل امبورت واكسبورت لليوزر. لو جينا تحت هنا هنقول امبلوييه، هنقول ريجستر، في يوزر اكسبورت ويوزر امبورت، فاحنا هنعمل اكسبورت، هيقول لنا ويت، فعمل لنا اكسبورت على اليو اس بي بتاعنا. ممكن ناخده على الكمبيوتر ونغير فيه ونعمل اللي احنا عايزينه، نغير الاسماء، نعمل زي ما احنا عايزين، ونرجع نعمل له امبورت او نعمل الانفورميشن بتاعتنا ابلود. عندنا كمان هنا حاجه مهمه اللي هي بنشوف الشيفت بيتغير امتى. لو جينا هنا هنلاقي ست شيفت، نقدر نشوف الشيفت بتاعنا بيتغير امتى، يوم جمعه ولا يوم سبت ولا يوم حد. ولو دوسنا اوكي مثلا بيجي لنا الشيفت اللوج ان امتى واللوج اوت امتى، والشيفت بيتغير امتى عشان يقدر يعمل لنا الحضور والانصراف. في ملاحظه هنا مهمه جدا، وهي يجب معرفه الاي دي بتاع الباسورد للافراد، لان بدون معرفه الاي دي بتاع الباسورد مش هيفتح معانا. هديكم مثال، لو احنا دوسنا مثلا الاي دي 2 ونقول اوكي، فبقول نحط الباسورد بتاع الاي دي 2 وندوس فما وافقش معانا، فبنعرف منين الاي دي بتاع الافراد. المفروض واحنا بنعمل ريجستريشن للافراد بيظهر الاي دي اول حاجه فوق، فكل فرد بيعرف الاي دي بتاعه، او ممكن نسترجع الايديهات. هقول لكم منين. هندخل تاني على السيستم بتاعنا، وهنروح على امبلوييه، وهنروح فيو يوزر. فعندنا هنا لو نزلنا كده هنلاقي احمد الاي دي بتاعه 5، وهنلاقي ندى على سبيل المثال الاي دي بتاعها 10. طيب هنخش على ندى، هنشوف هنفتح ازاي بندى، الاي دي بتاعها 10. لو دوسنا هنا 10 ده الاي دي، نقول اوكي، قلنا نحط الباسورد بتاع ندى. فالكالون بتاعنا فتح، الكالون بتاعنا فتح. طبعا الميل لما يجي قصاد الميل بيقفل تاني زي ما احنا شايفين، خرج الفينجر دخل في مكانه. احنا هنا كنا ضايفين يوزر بدون اسم، واخدنا عملنا داونلود لليوزر انفورميشن على الديسك بتاعنا وخدناه على الكمبيوتر. سمينا اليوزر ده سميناه عبير، وحطيناه في قسم الدعايه والاعلان، وحطينا الميموري تاني هنا. هنعمل له امبورت للجهاز بتاعنا، وهنشوف هيقبل معانا الباسورد بتاعه ولا لا. هنعمل وقبل سكرين وهندوس، هيقول لنا حط الادمنستريتور باسورد، وهنخش على الامبلوييه، وهنخش تحت هنا. ننزل تحت هنلاقي اكسبورت وامبورت، هنقول امبورت يوزر، هندوس اوكي، بيقول لنا ويت، وبعدين بيقول لنا هتعمل حضور وانصراف، هتعمل امبورت حضور وانصراف ولا اليوزر ولا التيبل بتاع الشيفت. هقول له لليوزر وادوس اوكي. فهنا بيعمل لنا جلب الفايل من اليو اس بي للسيستم. هنخش على تاني هنا ونشوف هل ضاف عبير ولا لا. هنخش على الامبلوييه، وهنروح على فيو يوزر، وهننزل تحت كده هنلاقي ضاف لنا عبير، والاي دي بتاعها بتاع الباسورد 13 فعلا. هنرجع تاني، هنعمل ووك اب، وهندوس الاي دي اللي هو 13، وهنقول اوكي. هيقول لنا حط الباسورد بتاع عبير، كان هو 4
6 4 1 2 3 4 5 6 وهندوس اوكي. فعلا فتح. وبكده يبقى عملية الامبورت والاكسبورت ناجحة معانا بنسبة نجاح 100%، والكالون اكثر من ممتاز، وبيعمل لنا سمارت لوك، وفي نفس الوقت بيعمل لنا حضور وانصراف، وبنقدر نتحكم في كل شيء عن طريق فايلات الاكسل اللي بيولدها لنا النظام، وبناخدها على الكمبيوتر نقدر نغير فيها ونرجعها تاني. زي حضراتكم شايفين الملفات اللي بيولدها لنا الكالون. عندنا هنا ملف الحضور والانصراف ومقسمه لنا ل ديبارتمنتس، وكل ديبارتمنتس المفروض بيحط تحته الموظفين الموجودين فيه. ولو انتقلنا الى الملف الثاني بيكون الملف اللي هو خاص باليوزرز، بيجيب لنا الاي دي بتاع اليوزرز والاسمائهم. وكمان لو بصينا على الملف الثالث بيكون الملف الخاص بالشيفت وتغيير الورديات. وبكده يبقى انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتم، ونشوفكم في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.